قالت أنها تدعم ما تقوم به الأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية. وإذا ذهبنا نوريكم إذا ذهبنا إلى ما تطرقت له الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، غادي نلقاو بأن الجزائر تندد في المواقف الأخيرة التي تبنتها الأمم المتحدة في هذه القضية، واعتبرتها تحيز للجانب المغربي على الجانب الصحراوي. وبما أن الجزائر تدعم قرارات الأمم المتحدة في الصحراء، هذا الإخوان وصفته بالمتحيز. الجزائر تندد بقرار مجلس الأمن بشأن إقليم الصحراء، وهذا هو البيان الجزائري. هذا في 2021. وخرج بيان في 2022، البيان تقريبا البيان 2654، وهو الآخر متحيز للطرح المغربي. سنقرأ تنديد الجزائر. أعربت الجزائر عن عميق أسفها وعدم دعمها قرار مجلس الأمن المتحيز الذي دعا طرفي النزاع في إقليم الصحراء إلى استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبحسن نية بحسب ما جاء في بيان لوزارة خارجيتها اليوم الأحد، هذا في 31 أكتوبر 2021. وهذا هو البيان لمجلس الأمن، البيان الأخير حول قضية الصحراء لمجلس الأمن، البيان 2654. ماذا جاء في هذا البيان؟ يشجع الطرف على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة الضرورية لنجاح العملية السياسية، وإذ يؤكد أهمية تحسين حالة حقوق أين هو لقيتها الإخوان، إذ يكرر تأكيد دعوته المغرب وجبهة البوليزاريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل كامل مع بعضهما البعض بوسائل منها بناء مزيد من الثقة مع الأمم المتحدة، وكذلك تعزيز مشاركة في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي. وإذ يعترف بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنها أن يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن، وهو ما يؤدي بدوره إلى إيجاد فرصة العمل وتحقيق النمو وإتاحة الفرصة لجميع الشعوب في المنطقة. فمجلس الأمن يؤيد الطرح المغربي، وأعضاء المجلس الأمن الدائمين للأمم المتحدة وروسيا والصين وكذلك فرنسا والأعضاء الخمسة الدائمين هم مع الطرح المغربي ويصوتون دائما لصالح الطرح المغربي. فأسطوانة البوليزاريو وأسطوانة تقرير المصير أكل عليها الدهر، والآن على الجزائر أن تخضع للشروط المغربية وأن يقبل البوليزاريو بالحكم الذاتي والطرح المغربي، وهو الطرح الواقعي الذي تم تأييده من العديد من الدول. زد على ذلك أن عدد من دول الأعضاء في الأمم المتحدة إما جمدت أو سحبت اعترافها من جمهورية الوهم، وكذلك هناك دول في مجلس الأمن اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وكذلك أيدت موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية، وآخرها جمهورية الدومينيكو. آخر الدول قبل تقريبا أسبوع اعترفت ضمنيا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وتأييدها للطرح المغربي. فالجزائر. شكرا رشيد. نحتاجوك وقت لاحق. دير ميوت الكلمة العزوز. بس المشاهد ما يميل أنا لا نتطرق لمسألة أخرى بعيدة عن مسألة الصحراء شوي، نبقيك تتفاعل معاهم كي زاد نتفاعل معك في مسألة وراك ترد على السي رشيد. شوف، بالنسبة للنخبة المغربية دائما تقول أنه فرصة المغرب بالانضمام لبريكس أكبر من الجزائر، لأنه المغرب لديه اقتصاد متنوع على عكس الجزائر حسب ما جاءوا به. تفضل عبدو. مسألة انضمام المغرب للبريكس هذه جاوبتك عليها البارح. البريكس هذه الدول العظمى، الخمس دول العظمى. ما تسمح لي
هذه جاوبنا عليها البارح خويا. هذه 5 دول العظمى ما تحتاج دولة صداقة. الدولة اللي مديانة عند صندوق النقد الدولي، والدولة اللي مازال تنفق عليها دول الخليج ودولة السعودية، وعندها شوية هكا دراهم الحج. لا والله غير نهضر معك بمنطقية عبدو من السياحة والتصنيع والفوسفات وبيع متنوع فيه. معليش عبدو انت كموريتاني، انا نتحدى اي مغربي يقدر يعطينا حصيلة عائدات الفوسفات واحد ما يقدر يتكلم عليه، لانه تابع للهولدينغ الملكي. ياك شركة ملكية، واحد ما يعرف لا رأس مال الشركة ولا دخل الشركة ولا قروض الشركة ولا استثمارات الشركة، هي مجرد عنوان. شركة الفوسفات مجرد عنوان عند بعض المغاربة، واحد ما يقدر يتجرأ ويتكلم عليها، اللي يتكلم القرعة السنة. هذه نقطة. أنا والله يا عبدو خويا نطالب بالنخبة المغربية تجي، ماشي واحد فار مصلحة الأمراض العقلية وواحد دكتور حلاق نسى الطوندوز والمقص وجا لهنا، وواحد آخر فار ماشي من دار الشيخوخه يرتقي ويكذب ويهدر. انا اليوم عندي واحد الخبر صدر في جريده اسبريس، تقول لك القوات الجويه الفرنسيه تستخدم المجال المغربي للوصول الى المالي. ذوك هذا المجال اللي كان يتكلم عليه ويقول لك احنا شركاتنا وحنا كذا وحنا وكذا. ان ما زالت فرنسا واسبانيا تقتسم المجال الجوي، واحده في الصحراء الغربيه وواحده في بلادها. شركه السكه الحديديه شركه فرنسيه، شركه الميناءات اللي تسير الميناءات في المغرب هي شركه فرنسيه، ويقول يتكلم لك على السياده. انا والله دائما نطرح نفس السؤال الذي اطرحه خويا عبدو، وما زال حتى مغربي ما تجرأش وجاوب عليه. هل الشعب المغربي امثال شكري الحلاق هل هو مطالب بشكر فرنسا لانها وحدت مملكه فاس ومملكه مراكش وسمتهم المملكه المغربيه الشريفه، ام مطالبين بذم لفرنسا وحقد على فرنسا لانها مكنت من العلويين اصحاب البشرة السوداء القادمين من شبه الجزيرة العربية على أهل الديار ومكنت من سلطانهم ياك وضمنت حكمهم؟ هذه نقطة. المرة القادمة تحترم الضيوف اللي في الكيست. لا والله غير حقيقة، هذه حقيقة أخويا. متبادل. يلا يعود، يلا تحترم. لا هذه حقيقة. ياك مسألة أخرى اللي راهو يتكلم على أنه الجزائر ما الجزائر. أنا نقول لك واحد الحاجة عبدو، عبالك عندهم أكبر شركة مغربية هي شركة الفوسفات. الشركة الثانية شركة مخدرات الملك، شركة اللي تبيع وتتاجر في الكيف. يقدروا يقولوا لنا شحال عائدة هذه الشركة، شحال عائدة الزراعة من الكيف. الماكل لا يعني اسم هذه الشركة، تقول لي عن فم شركة المخدرات شنو اسمها؟ واحدة واسمها بولينا، واحدة واسمها طبيصلة، واحدة كل واحدة واسمها، ويجي فيها الاس ويجي فيها الطابع الملكي في الزطلة تاعهم. خويا أنا والله غير حبيت نفهم اللي قنوا اللي داروا تقنين الزطلة في المغرب. سيك هذه لعائدة الملك قننها لعائدته. يقدر أي مغربي يقولنا عائدات الكيف المعالج في المغرب بشحال؟ يقدر يقولنا ما هي نسبة ولا ما هي حصيلة الزراعة للكيف؟ واحد ما يقدر يهدر عبدو هذو المسائل ملكيه. انا نقول لك واحد الحاجه، في نظام الحسن الثاني هما المغاربه كاع دوكا يقول لك سالينا الصحراء الغربيه سالينا، خاطر في وقت الحسن الثاني كان يقول لهم سالينا قضيه الصحراء. المغربي اللي يهدر قرعه السنه، واحد ما يقدر يهدر على الصحراء الغربيه. بصح اليوم كي جا هذا الملك مسكين حنين شويه راهم يهضروا بصح هما ما سالوا فيها ما والو. هذه سالينا داوها مع عند الحسن الثاني، خاطرش في وقته ما كاش لي يهدر. المساله واحده اخرى خويا عبدو، والله نحترمك خويا وكن لك كل الاحترام ودائما متواجد معك، ما تقبل حتى واحد يتجاوز على الاخوه الصحراويين وهما غايبين. شوف هذه من باب الاخلاق. انا شوف لا انا ماني مدافع عن حد، لو انهم طلبوا قست نقدم لهم. انت على بالي بلي انت انسان محايد، انت انسان محايد ياك، بصح انسان غايب ويهدر فيه في الغيب هذه ما نقبلوهاش. حاجه واحده اخرى، انا نشوف باللي جوزيف بوريل لما جاء للمغرب وقال الصحراء الغربيه وناصر بوريطه بدا يرتعد ما قدرش يقول له صحراء مغربيه، واليوم نشوف باللي شكري والاخرين بالك هما اقوياء شويه على ناصر بوريطه ولا على الدبلوماسيه تاعهم اللي ما تقدرش ترجع الكلام. نزيد لك
تاع امريكا، يقول لك منظمه البوليزاريو الممثل الرسمي للشعب الصحراوي. بصح هنا المشكل هذا اللي يقول لك مرتزقه وارهاب والاخر. علاش الدبلوماسي تاعك ما يقدرش يهضر هذه الهضره؟ وعلاش الدبلوماسي تاعك يريح في الاتحاد الاوروبي؟ وعلاش نزيدو نشوفوا ناصر بوريطه يقعد اجونو يتوسل تاع تشاد وراهي الدبلوماسيه المروكيه؟ عزوز جرميوت. مرحبا، شكري، الكلمه لك. شكرا لك اخي عبدو المحترم. نعم، الاخ عزوز ما كذبش اللي قال انا حلاق، لانني حلقت لكل الذباب الالكتروني الجزائري ولكن بلا. انا مش اخوك. شو جرميوت عزوز؟ نعم، لا تقاطعني. اظن انني اسجل دقيقه اضافيه اخي العزيز عبدو. قلت انا حلاق لانني حلقت العبدو، حلقت لكل الذباب الالكتروني ولكن بلا ما، حسنت لهم بلا ما. وانت تعلم الحلاقه بلا ما يعني تؤلم قليلا. بالنسبه ل 9 مليار دولار اللي كتسال الجزائر للمغرب، انا غادي نذكرك بان هذا بحال الرئيس تبون لما قال ان الجزائر ليس عليها ديون واللي يسال يجي خلاص. اخيرا فاجات العالم روسيا وقالت انها يعني سامحت الجزائر في 5.7 مليون اورو. نعم، بالنسبه للعطاف اتفق مع بلينكن على ايجاد حل سلمي للصحراء المغربيه. اخي عطاف كان في جلسه مغلقه، كان في جلسه استنطاق مغلقه وراء العالم، يعني الصوره المذله لعطاف وراسه منحني يكاد ان يسقط منه، يعني خاضع لبلينكن وخاضع لامريكا. فيما يخص ان الاخ دعاني ان ازور الجزائر، اقول لا احتاج لازور الجزائر حتى اتاكد من حال البنيه التحتيه، لان المؤشر ملائمه العيش العالمي لعام 2023 اكد على ان الجزائر تحت المرتبه الثالثه والرابعه عالميا كأسوأ مدينه. في النقطه شوي، لاش توصفوا الجزائر بكوريا الشماليه؟ دائما نسمع كلام النخبه يوصفوها بالكوريا الشماليه اللي هي الجزائر. نعم، انا لا دخل لي في هذا الوصف، ولكن اظن ان ديكتاتوريه النظام العسكري هي تشبه ديكتاتوريه كوريا الشماليه، الا ان النظام العسكري الديكتاتوري في الجزائر جوع وفقر الشعب الجزائري واهانه وما الى ذلك. اذا اقول لا احتاج لازور الجزائر حتى اعرف مستوى البنيه التحتيه، لان المؤشر ملائمه العيش العالمي لعام 2023 يعني صنف الجزائر كثالث او رابع اسوأ مدينه في العالم يصعب العيش فيها، وهذا القرار اصدرته الاستخبارات الاقتصاديه. اما عن رئيس الاستخبارات المغربي الذي يقول على انه يعني لا يستطيع الخروج من المغرب وان خرج سيتم اعتقاله، انا اذكرك على ان رئيس الاستخبارات المغربيه او السيد الحموشي يعني ورجالته يعني هم من ترأسوا الأمن في قطر عندما كانت دول العالم تتنافس، كان المغرب يسهر على أمنها. لكن تغيب عنك هذه المعلومة لأن الجزائر كانت غائبة عن هذه المنافسة ولم تخوض هذه المنافسة التي شرف فيها المغرب العالم وإفريقيا. فيما يخص أن قضية المغرب أو المغاربة يجب أن يسألوا محمد السادس حفظه الله عن دور الجزائر، او ان يعطينا دليل ان الجزائر هي من تدعم مرتزقات بوليزاريو، ولا نحتاج لذلك، لان غوتيريس يرسخ اسم الجزائر كطرف رئيسي في نزاع الصحراء المغربية، وهي مدعوة للجلوس إلى مع الأطراف إلى الطاولة، يعني هذا مفهوم. أما بالنسبة أن بوريطة لا يستطيع ذكر اسم المغرب، بوريطة هو يمثل المغرب، والمغرب يقصف كل من يتجاوز الخط الحدودي في الصحراء المغربية، والمغرب يعني أمام العالم يتحدث عن الصحراء أنها مغربية، ومن يقول العكس فليتقدم وليتجاوز الحدود. فيما يخص اليد الممدودة التي يعني تتحدث عنها الأخت قلب الفنك، يعني أقول بأن هذه السياسة الممدودة هي يعني تؤرق نظامكم، وهي تفزع نظامكم وتضعه في موقف يعني تجعله يعني ضعيف أمام العالم ومدان أيضا، لأن هذه سياسة ذكية، وأيضا سياسة لأن ملكنا حفظه الله دائما يراعي الجانب الديني يعني أننا شعبين مسلمين، وأن الرابط الدم الذي يجمعنا، وأن مصلحة الجزائر في مصلحة المغرب، ومصلحة المغرب في مصلحة الجزائر، ومصلحة البلدين معا في مصلحة دول المنطقة. وهذا ما يعني هذه السياسة التي تنهجها الأنظمة الذكية بطبيعة الحال. أما العكس نعقب شوي، نختار احترام متبادل للضيوف. هي اسمها قلب الأسد.
باش نسيطر عليه اللايف باش ما ياخذ. لا اخي العزيز هذا في شيء هكذا عبدو كونك عادي ما صدر من الاخت شاكيره. عبدو انا هابط ونخلي بلاصتي الامين من الليط، من اللي يطلعوا خويا، وعادي ما صدر من الاخت. لا انا باقي الاحترام متبادل باش نسيطروا عليه. نخلي بلاصتي الامين من الليط. عندك جزء لا عبدو فليتحمل لما نتدخل فليتحمل. لا انا تحمل المسؤوليه فقط لما نتكلم فقط. راهي تمت 6 دقائق. نشكرك. لا اخي العزيز، يعني انا دقيقه اوقفتني فيها وتكلم فيها عزوز وتكلمت قلب الفلك. انا لا اسيء بقلب الفلك لان الاسد شعار مغربي. انا فقط عقبت. انا ما لا اخي ارجو ان تعطيني دقيقه من فضلك لانني لم انتهى وقتك. انا باقي لابد منظم الوقت. نعم فقط اقول لك يا اخي عبدو انا لا اسيء انتهى وقته فليصمت. موش في الصالون تاعو. الاسد هو شعار مغربي والفلك شعار جزائري. اسمع، خطه جزائريه ارجل منك، خطه جزائريه ارجل منك. لا احترام متبادل دكتور. يلا نحاولوا نرفعوا المستوى. نعم اخي عبدو رجاء. هو بدأ بالحديث عن مهنته الحقيقيه، يعني على انه حلاق، ويتباهى وحط روحه فعلا بأنه يحلق للذباب الجزائري، وأن موسى هو حافي. أعتقد أنك جربت هذا الموس في الأماكن المحرمة فيك باش تتحدث على الجزائريين. لازم تجربها فيك ساعة قبل ما يكون لك الشرف أنك تتحدث عن الجزائري. فهمتني؟ إذا جربتها فيك أنت باش تتحدث على الجزائريين. رجاء. ثانيا قلت لك رانا امام حالات عقليه نادره يمكن دراستها يعني على حده، اسمها حاله العياشه. والله العظيم مثل ما قام ذلك البلجيكي نتاع علم النفس ودار دراسه حول من هو الشعب الذي لا يمكن الوثوق فيه. فهمتني؟ فجاءت دراسه بانه الشعب المغربي، وأعودها لهم سوسيولوجي مشهور جدا في المغرب وأنت تعرفه وأنا أعرفه، وقالوا quel est le peuple le plus arnaqueur. Vous savez monsieur, dans une conférence télévisée في المغرب قالوا nous les Marocains. للأسف الشديد فأنت مع من تتحدث، يعني on est en train de parler à des gens bien avertis, c'est des gens issus. حسين فاعل معك. عبدو نحن نتحدث مع سلالة. أنا نعطيك وقتك دقيقة اللي أنا مزودها، باقي نتفاعل مع ضيوفي. بالنسبة للأخوة المغاربة قد خطابهم تجاهكم يقولوا عنه مبرر، لأنكم انتم اللي بدأتوا الفتنة بمجسم للملك بقناة تلفزيونية اللي هي دمية لهيئة ملك، هي دمية ساخرة من الرمز من رموز المغرب. نعم معليش، احنا ما درناش صوره نتاع الملك نتاعهم قاعد يقبل فيه رجل وانعتته الميديا بريطانيك الجرأة والرجوله الى ان تجيبوا على ما درت ما يشي ساعه ولا ما قالش شكري ساعه. احترم نفسك يا شكري. الاقتصاديات عارضوا على عرض الجزائر وصوت عليها من شوف وقتي هذا نرجع اخي عبد الله. نعم حبيبي نعم أخي كعرب وكمسلمين هنا يتحدثون على هذا ضمن أبجديات التهريج السياسي وهي موجودة. رجاء اخرس، أنا لم أتحدث شوف نتمنى نتجاوزوا قضية الصورة رجاء نروح اذهب وأجب على الإعلام الإسباني الذين عتكم بذلك، وأنا أستحي أن أقول ما قاله الإعلام الإسباني والإعلام البريطاني عليكم. الإعلام الجزائري لدولة إسلامية نحن نعتبره. فليتحمل الرد أخي عبدو، فليتحمل الرد. أنا أتحدث في الصالون نتاعك كأنك راجل، نفوت أنا وياك ساعة يا سي شكري، نفوت أنا وياك في الصالون نتاعك مساء كأنك راجل وقابلني كأنك راجل. دقيقتين استثمارها. انتظرني مساء في الصالون نتاعك اذا كانت فيك الرجوله يا سي شكري. ساعه
وأنت تحدثت وقلت بأنني دعوتك إلى الجزائر. شفت كيفاش الفهلوة والأكاذيب. أنا قلت لك بأن الجزائر لا تتشرف بأن يضع مثلك قدما له على أرض الشهداء. هذا وش قلت؟ ما قلتلكش امثالك لا يمكن لهم ان يضعوا اقدامهم على الجزائر. انت اذهب وسح في الاراضي المحتله، فهمتني، وافعل مثل ما فعله ذلك السائح المغربي حين تصور مع جنديين اسرائيليين وجاءت عجوز مغربيه ونهرته ولعنته، فهمتني، وقالت لهم عليكم اللعنه، فهمتني. ثالثا فقط كملاحظه من اجل العبور، واترك فيما بعد الاخ امين ان يجيب على مثل هذه الامعات. يقول أنه بوريطة يشهر سيفه. متى أشهر سيفه بوريطة؟ حين تحدث عن الصحراء الغربية وكانت حاضرة هناك مسؤولة إسبانية كبيرة ونهرته وأرخى سدوله كما يقولوا الشعراء العرب وطأطأ رأسه، وأنتم لكم حرفة طويلة في طأطأة الرأس وفي الانحناء والركوع، فهمتني، في قلب الدار البيضاء طأطأ رأسه ولم ينبس ببنت كلمة، وجاءت لكي توبخه، لأن هناك بعض الإعلاميين من أمثالك وأمثال ذلك الدكتور المعتوه الذي يقول بأن الجزائر لها 9000 مليار، وهو أكبر معتوه سمعته أذني ورأته عيني في التاريخ. لا يعني نحتاج معلوماتك، نحتاج التواجدات. رجاء دكتور جبار. أريد أن أتفاعل معك سيدي عبدو، أريد أن أتفاعل معك. أنت صحفي صح؟ أنت صحفي أخي. لا أنا موريتاني بسيط فقط، نتفاعل مع الضيوف. أيوة، أنا ظننت أنك صحفي، لأن في ميثاق الصحافة الإدلاء بالمصادر عندما نتكلم. أما الكلام الشفوي والإنشائي لا يسمن ولا يغني من جوع. على كل حال أنا سوف أوصيك، أنا عندي مصادر، يجب علي أن أجيب أخي العزيز، يجب علي أن أجيب عن الأكاذيب. أخي العزيز، ممكن نفهم منك أنت كمغربي علاش تخونوا رمز من رموز الأمة الجزائرية اللي هو أنا لم أخون، أنا أعطي معطيات اقتصادية. شوف خويا عبدو، أنا لم أخون أحد. خويا عبدو اسمح لي، أنا لم أخون أحد، أنا أعطي معطيات بالأرقام وبالأدلة وبالمصادر، ولم أخون. متى خونت يا أخي؟ شوف، أنا عندي معلومة، هذه الأو سي بي وهذا التقرير المالي السنوي سنة 31 ديسمبر 2022 فيه 245 صفحة بالأرقام وبكل شيء. أنا أتحدى أن يأتيني بالتقرير المالي لسوناتراك الذي كان يتكلم عن المغاربة ليس لهم الحق أن يطلعوا على التقرير المالي ديال الفوسفات، وهذا التقرير المالي الفوسفات فيأتيني هو بالتقرير المالي ديال السوناتراك إذا كانت له الجرأة. كذلك تكلم عن السعودية فقال السعودية تعطي معاناة. أنا أتحدى يأتيني من هذه منصة المساعدات السعودية أن هناك مغرب أخذ مساعدة ما من السعودية، وهنا نجد الجزائر تتلقى مساعدات من السعودية. هذه المساعدات السعودية للجزائر كله بمصدر. كذلك أنا سوف أجيبك عن البريكس بعدين. أما بالنسبة للأخت التي تكلمت عن البي بي سي، أنا أتيك من عندك الجزائر تايمز التي تكلم، وكذلك النهار والبلاد والشروق الذي تكلموا عن حقوق مثيرة، عن الأقدام السوداء الذين يريدون إقامة دولة في الجزائر. لا تبحثون، المشكل أنكم لا تبحثون. كذلك أنا سوف أجيبهم لماذا منظمة العالمية للتجارة ترفض عضوية الجزائر. لماذا منظمة العالمية للتجارة ترفض عضوية الجزائر؟ وهذا لثلاثة أسباب. Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au transport routier. الملاحة البرية فهي سيادة فرنسية، وكذلك البحرية. شوف يا أخي، أنا لا أكذب، أنا كل ما أقوله بالمصادر. le même jour était également signé un accord de transport maritime سيادة الملاحة البحرية، وكذلك هناك projet de loi autorisant l'approbation سيادة ديال هذا شنو la République française le gouvernement relatif au service de transport aérien، هذا الملاحة الجوية سيادة لدى فرنسا. يا أخي، هنا السؤال يجيب عن نفسه. ترفض عضوية الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة لأنها ليست لها سيادة.
وفي آخر المطاف سوف أجيبك عن البريكس. أنا أخي أتكلم في الاقتصاد فقط وبمعطيات وبمصادر. هذا البريكس الذي ريفليكسيون sur la non-adhésion de l'Algérie au BRICS تم رفض عضوية الجزائر قطعيا لأربعة أسباب. وهذه منصة البريكس. السبب الأول pas d'industrialisation ou de vision en ce sens. بلد غير مصنع. aucune diversification économique observée ni de projet concret de l'État pour relancer le tissu industriel. ما عندهم حتى شي مشروع ولا مشروع واحد. pas d'exportation ni de création d'emploi. ما عندهم لا صادرات لا انشاء سميتو فرص العمل. كذلك في اخر المطاف يقول لك با دو سيستم بانكير ما عندهم تسيير مالي بنكي ويتكلموا معي عن اقتصاد. يا اخي هذا البريكس تقرير بريكس ويقول لك ان 3500 دولار هو الدخل للفرد في الجزائر مقابل 10,000 دولار في الارجنتين مقارنه مع الارجنتين 3 مرات. يا اخي شوف خويا عبدو نحن نتكلم بالمصادر والوثائق. اتيني بجزائري واحد نتكلم بالوثيقه ونواجه بعضنا في الاقتصاد في السياسه في كل شيء. انا لا اعلم في التاريخ حرف يا اخي عبد. انا سوف اقولها بالعاميه الجزائريه، انا حمار في التاريخ، لكن في الوثائق الاقتصاديه والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه وكل ما يخص في الاقتصاد الدولي فانا واحد من الباحثين في العالم. واتيك بكتابي، لدي كتاب دكتوراه كذلك. انا اريك الكتاب، سوف اريك الكتاب اخي العزيز. هذا الكتاب يتشكل من 800 صفحه. شوف يا اخي، دكتور جبارة مصطفى تحليل سيادة نشكرك دكتور جبارة. نحتاجك في اللايف. وقتك انتهى. دير ميوت. أبدا أمين. دقيقة من السلام عليكم للتفاعل عندما انتهي. السلام عليكم. بالنسبة للأمير عبد القادر يقول: لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. الأمير عبد القادر وتكالبهم عليه لسبب بسيط يحاولوا يدنسوه، لأنه سلطانهم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا رجع قطعني الله يخليك نزلوه. يدنسون الأمير عبد القادر حتى يغطوا على خيانة سلطانهم آنذاك بن هاشم أو هاشم. بالنسبة لمن يدعي ويضع جنب اسمه كلمة أو حرفي دي ار وقرأ تقريرا عن الأقدام السوداء في الجزائر، أقول له أن العنوان يقول حقائق بمعنى facts، وهو قرأها حقوق وبمعناها rights. فعلى الأقل تعلم القراءة وافهم، لأنه شتان بين معنى هاته ومعنى تلك. بالنسبة لمن يتحدثون ويتبجحون على أنهم في المغرب لديهم مستوى معيشي أحسن من المستوى المعيشي الجزائري، أذكرهم بأن هناك تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سنة 2022 يصنف الجزائر في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، تليها مصر، تليها تونس، وتليهم ليبيا. تخيل ليبيا التي كل الدول تكالبت عليها من أجل تقسيمها ولا يزال التكالب مستمرا، تخيل تتقدم على الماروك. هذه نقطة. تصنيف الجزائر عالميا هو 91، تصنيف الماروك هو 121 من أصل 188 دولة، يعني تقريبا راهو يقبع في المؤخرة. لا تقاطعني الله يخليك يا عبدو، لا تقاطعني عندما أنهي مداخلتي، قاطعني كما شئت، سأجيبك بعد ما أنهي وقتي. لا تقاطعني لا أنت ولا ضيوفك لو سمحت. يقولوا هنا كاين في التيك توك، هنا كاين واحد التجمع هنا لواحد التيك توكيين يسموه بركوكس،
فيه مؤثرين من جنوب افريقيا، روسيا والصين والبرازيل والهند، وفيهم الدكتور اللي كان يتحدث هذول رايحين يعملوا منظمه البركوكس هنا. بالله عليكم بالله عليكم، دويله المغرب التي تعيش على الشحاته تاره من البنك الدولي وتاره من دول التعاون الخليجي، دويلة المغرب التي لا تمتلك حتى القدرة على صناعة قرارها، وواحدة من شروط الانضمام لدولة البريكس أنه الاستقلالية في اتخاذ القرار، وضيف عليها كذلك المساحة، وضيف عليها كذلك أنه المغرب لا يدخل في خارطة أو مبادرة الحزام والطريق الصينية. بالله عليكم بوش راح تنضم؟ تدخل بلاطاي؟ تدخل بالكلمة؟ بوش تدخل البريكس؟ بالنسبة للجزائر هناك دعم صيني وروسي، وهما أكبر دولتين في منظمة البريكس لانضمام الجزائر. حليفة الجزائر في إفريقيا، في الاتحاد الإفريقي جنوب أفريقيا، موافقة. السفير البرازيلي أكد في آخر حوار له دعم البرازيل لانضمام الجزائر. يتبقى فقط العضو المتحفظ، لأنه احنا عندنا مصداقية، احنا بنحكي مع هذا المهرجين. العضو المتحفظ الوحيد هو الهند. وسنرى، وأؤكد لك أنا شخصيا أنه مسألة انضمام الجزائر للبريكس هي مسألة وقت وفقط. بعضهم تحدث عن زيارة وزير خارجيتهم بوريطة الولايات المتحدة، واستشهد بكلام له، قال نلتقي في صحراء أخرى. أذكره بأن هذه الزيارة ظهر فيها بوريطة مسكين متقطع الرأس، لدرجة أنه بعض الأحرار المغاربة تحدثوا، موجودة اليوتيوب موجود تقدر تتأكد، تحدثوا عن الإذلال الذي ظهر به رفقة وزير الخارجية أنتوني بلينكن. ونقول له وزارة الخارجية اللي راك تستشهد بها هي وزارة الكذب، وزارة العار، هي الوزارة التي كذبت وتبجحت وقالت بأنه سيرجي لافروف اتصل ببوريطة وطلعت الخارجية الروسية لتكذب. هي نفس الخارجية التي قالت بأن البرتغال يدعم مقترح الحكم الذاتي، وطلعت الخارجية في بيان الخارجية البرتغالية وكذبتهم. ومؤخرا يكذبوا على الشعب المروكي، يقولوا له انه الصين راح يستثمر 20 مليار في الداخله، وبعد ما بهدلتهم السفاره الصينيه راحوا سحبوا هذاك الخبر من الاعلام. هذه الخارجيه اللي راهم يحكوا عليها. يوصفوا شبهونا بكوريا الشماليه. نقول لهم انا نتشرفوا انكم تشبهونا بكوريا الشماليه. على فكره كوريا الشماليه اللي راهو موجه صواريخ باليستيه قصيره المدى لكوريا الجنوبيه، وموجه المتوسطه لليابان، وموجه عابره القاره الولايات المتحده، ولا احد يتجرأ يقول له انزع صواريخك. فيشرفنا انه نتشبه بقوه مثل كوريا الشماليه. فيها لا في مساله احترام الضيوف، انا افرض الاحترام للضيوف، كيف وصفاتهم بالمهرجين ما هو لائق. نرجو المره الجايه تحترم الضيوف المتواجدين معنا هم بالله. طيب، بما أنك تتحدث عن الاحترام ولم تقل شيئا عندما وصف النظام الجزائري بالنظام العسكري الدكتاتوري، سأقول النظام العميل الخائن المنبطح النظام المغربي. أنت لم تقف عندما قال النظام العسكري الدكتاتوري، فلا توقفني هنا. لا توقفني هنا. ما كانش مشكل يا بانسوسي، ما كانش مشكل. المهم عندي احترام الضيوف. أما الرد عندك حق الرد، عندك جزء من دقيقة الوقت ما كانش مشكل. إذن النظام المخزني العميل المنبطح لتل أبيب ولباريس ولواشنطن يقول هذا أحد أبواقه بأن مسألة البوليزاريو محسومة. بالله عليك، أنا من يومين شاهدت تدوينة دقيقة. أنت قطعتني يا عبدو. لا أنت قطعتني. لا، هذه الفكرة نوصلها. لا أنا آسف، هذه قطع عبدو ولا نمشي في حالي خويا. لا هذه لا عبدو أنت قطعتني. لا دقيقة عبدو، اسمح لي. كان 6 دقائق منها. عبدو أنت قاطعتني وضيوفك قاطعوني، أنا لم أقاطع أحدا، من حقي الاستفادة من وقت إضافي. فقط شكرا كثير ميوت رجاء. تفضل. شكري. نعم، شكرا لك أخي، بارك الله فيك. إذا يتحدث عن البريكس وعن أن الجزائر لديها كل المقومات. الجزائر هي مستعدة لأن تضخ مبلغ مليار ونصف مليار دولار في بنك البريكس فقط من أجل أن تحصل على عضوية مراقب أو ملاحظ، وهي لا تتوفر فيها الشروط. شكرا. أتمنى تسمح لي نتفاعل معك الأخ أمين. ما اسمح لي غير أنت، نرجو أنك تسمح لي. الأخوة الجزائرية. لا نسمح لك خويا، تفضل، لكن خارج وقت مداخلتي. نسمح لك، تفضل. لا وأنا عندي 6 دقائق. لا أمين دير ميوت. شكري. بالنسبة لرغبة المغرب للانضمام إلى بريكس، الجزائريين يعتبروا عن المغرب ما عندها مقومات باش تنضم لبريكس، وعنها رغبة فقط أنها تنافس الجزائر، ولا عنها تكون مضادة للجزائر.
شنو رايك؟ اخي اذا كان ممكن انا اجيبك عبدو. المغرب لم يفرض اساسا، المغرب لم رجاء نحترم الوقت. المداخله شكري، تفضل عندك 6 دقائق استاذ مرحبا. شكرا لك اخي عبدو. صراحه انا شخصيا لا اعلم بهذا الخبر، لكن حتى وان اراد المغرب انا اعلم على ان المغرب اقتصاده متنوع، والمغرب ينتمي الى القبله الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه الجديده للعالم التي فيها امريكا واسرائيل وبريطانيا. فبالتالي اذا ما اراد المغرب فبلمحه بصرها هو في البريكس، لكن انا ليس لدي يعني علم بهذا الخبر. فيما يخص يعني ان الإساءة التي تعرضت لها، ويعني عندما أساء هذا الشخص لملكي وتحدث عن الصورة الكاريكاتورية التي رسمها مرتزقة إسباني، يعني أخذ أجره على حساب الخزينة العامة للشعب الجزائري فقط للإساءة للمغرب ولملك المغرب. أقول تبقى مجرد صورة، وهي تعبر عن الحالة النفسية، لأن المريض النفسي عندما يخضع يعني التحليل النفسي الطبي فهو يعني يطلب منه الطبيب أن يرسم ربما، وتلك الصورة هي تعبر عن حالته النفسية، وبالتالي فالصورة تعبر عن حالة النفسية للنظام العسكري الدكتاتوري على أنه يعاني من حالة نفسية مرضية مليئة بالحقد والبغض والكراهية وكل هذه ويعني والاضطراب النفسي. فاسمح لي أخي عبدو أن أرد على هذا الكلام، وأنت لم تنزله، فاسمح لي أيضا أن أرد بكل احترام ولكن بنفس المستوى، ولكن بدون لا أبدا، هذه الحقيقة يا أخي عبدو من فضلك. أول شيء الأخت التي يعني تكتب اسم يعني قلب الأسد، فلتعلم يا أخي أن الأسد هو شعار المملكة المغربية، والفنك هو شعار الجزائر يا أخي. فأنا لم أسئ لها، أنا ذكرتها بأن لا تسرق شعارنا كما سرق النظام العسكري الدكتاتوري تراثنا، فهذا من حقي يا أخي. إذن هي يجب أن تكتب اسم قلب الفنك وليس قلب الأسد، لأن الأسد هو مغربي. عن الصورة قلت، فالعالم رأى صورة ماكرون وهو يعانق فخامة الرئيس تبون، وكيف قبله من وجنتيه قريب من شفتيه، وكيف احتضنه كما يحتضن زوجته يعني، وبعدها طبطب على مؤخرته وقلقلها يمينا وشمالا كما تقلقل البطيخة. لا ربع المستوى. لا هذه ليست إساءة يا أخي، أنا أتحدث بكل احترام. ودي احترم نوعك ودي عبدو، خليه يحترم نفسه هذا الحلاق يا أخوي. رجاء أنا كموريتاني طالبك أنت عبدو لا تطالبنا بالاحترام وبعدين نسمعوا كيما يقول لك ما لا عليكم أن تتحملوا الرد، عليكم أن تتحملوا الرد. من أراد الاحترام فعليه أن يحترم. كاملين هنا 1300 شاهدنا، عليك أن تحترم الاحترام. نعم. في المداخلة ما تركزش مع القلب إذا كان للأسد أو يا قلب الفنك من فضلك. شكرا قلب الفنك، شكرا. فيما يخص التحدي الذي راد المدعو شكري، وعلى فكرة مستقبل إن شاء الله نصف سكان الجزائر سيسمون أنفسهم شكري. نعم الدكتور المدعو الدكتور شكري يعني بصح الاسم. قلت بأن أنت دعوتني للتحدي، وأنا أقول لك لا أقبل التحدي مع السيدات، لا أخوض التحدي مع السيدات، فوالدي وبلدي علماني أن أحترم السيدات ولا أخوض معهم التحدي. شكرا لك أخي عبدو، أنا معك.